السلام عليكم. احنا النهاردة في الكيلو 64 طريق مصر اسكندرية الصحراوي، شهر 8 2022. صار مزرعة زيتون، 10 فدادين مزروعين زيتون بيكول. هم شغالين جمع فيه بس الجزء ده لسه مشتغلوش فيه. ده الطرح اللي على الشجر، طرح ضعيف. الموسم بتاع الزيتون اصلا السنة دي في كل المزارع الموسم مش حلو، بيحصل كل كام سنة الموضوع ده. فالسنة دي الموسم ضعيف. السنة اللي فاتت ما كانش فيه موسم خالص، هي بتيجي دايما كده سنة سنتين وبعد كده الشجر بيرجع يطرح بقوة. بيبقى الشجر الفروع دي كلها بتبقى نايمة على الأرض من الطرح، يعني كل الفرع كله من أوله لآخره بيبقى مليان حب. فهو ده الوضع السنة دي، الحمد لله على كده. و احنا بنصور الواقع اللي قدامنا، طرح ضعيف. السنة اللي فاتت المانجا كانت مضروبة 2021، كان برضو نفس الموسم دوت زي كده. كانت المانجا الموسم بتاعها ضعيف جدا. السنة دي بسم الله ما شاء الله الطرح غزير جدا ومغرق السوق. فهو الزرع كده، خصوصا الزيتون معروف ان هو كل كام سنة كده بيجيله سنة يريح فيها. فالمرة دي جت سنتين ورا بعض، يعني هي السنة دي طرح، السنة اللي فاتت ما كانش فيه طرح خالص تقريبا. فده حال الزراعة، كل شجرة ولها ظروفها. دول 10 فدادين كلهم مزروعين زيتون بيكول. الأرض ملك نهائي، عقد ملك نهائي من الدولة، وفيها فيلا معمولة قباب، فيلا كبيرة ما شاء الله، وفيها مصنع زيتون. وهنا طبعا مساحة كبيرة، ممكن يتعمل حمام سباحة ويحتفظ بجزء كبير من الجنينة. نطلع نشوف المزرعة من فوق. مصنع الزيتون ورا الفيلا، هنشوفه برضو من فوق. فيلا كبيرة، دي المزرعة. وحدودها شجر الجزورين. وده مصنع الزيتون. مصنع كبير للزيتون. مطلوب في الأرض 6 مليون. 6 مليون لل10 فدادين. السلام عليكم.